يا مساء الخيرات، وحشتوني 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 بجد. جايالكوا ووشي في الارض صراحة. بصوا، انا قلت اعمل معاكم روتين كده نشجعه مع بعضينا. هتظبط كل الكلام ده كده كله. لازم تدخل في حديث المطبخ. بصوا انا فرشه ايه فوق المشايه بتاعه المطبخ. بصوا بقى. النهارده هعمل معاكم روتين، وهدردش معاكم شويه دردشه. ترمس والحمص دول كنت جايباهم هعملهم ان شاء الله، بس مش النهارده. عندي المواعين دي بتاعت غدا امبارح. وبصوا، ما حدش يسالني ايه التكويمه دي كلها، فطار وغدا ودنيا. انا هسمي الله، وانا هظبط كل حاجه وانا بتكلم معاكم بقى كده. بس يلا بينا نرفع تاني القناه اللي عماله يعني عليها بسببي وبسبب عراكيري اللي كنت من اخر فيديو بكلمكم عليها. انا ما ببعدش عن القناه الا للشديد القوي. طبعا انتوا عارفين انا باخد كل شديد ورا شديد. الحمد لله. بصوا بقى. انا المفروض ان انا كده هحضر الفطار معاكم واظبط المواعين والكلام ده. مش هعمل غدا، انا هحضر فطار بس معاكم عشان احنا غدانا في البيت الكبير. لاني حماتي اتوفت. فانا هعمل ايه؟ هعمل بس معاكم ايه؟ حاجات في التخاطيف كده. طيب انا مصوره ليه دلوقتي وحماتي اتوفت؟ لا، هو خلاص احنا عدينا ال40 كمان. وانا ما بصورش من قبل ما هي ما تتعب باسبوع اصلا. غالبا اخر فيديو انا نزلته كان في شهر 12. لما قلت لكم على امتحان زياد بتاع اللي هو الترم الاولاني وكده. بس وعليها بقى الاسبوع اللي وراه على طول زياد راح الامتحان تمام، مفيش مشكله. وكان عندي فيديوهات وحاجات قديمه، ما اعرفش، ما مش عارفه بقى هنزل ولا مش هنزل صراحه. يعني المهم ان انا جت تعبت ودخلت العنايه المركزه، ودخلنا بقى في توهه تانية، توهه كبيره بقى. وتوفت. احنا خلاص عدينا ال40. هي متوفيه من يوم 18 واحد، ربنا يرحمها يا رب. وبس. عشان كده انا وقفت شغل القناه خالص. انا ما بعرفش اكون مشتته، وقلت لكم قبل كده لما اكون في حاجه معايا مش بعرف اتخطاها في شغلي. يعني انا بقف، باجي على شغلي على حساب الاساسي. انا اساسي حياتي بيتي ولادي، فاهمين الفكره؟ ففي اساسيات في حياتنا ما ينفعش نتخطاها، او انا كشخصيه بسمة نفسها ما بعرفش اتخطى حاجه. عندي فرح بتلاقيني تمام مع الفرح، واروح بيتي بكمل حياتي واليوم بيعدي تمام مفيش مشكله. بس انا في الحزن في قلبي بيطول كتير بقى، او التعب او المشكله او كده، فاهمين؟ نكتيه يا ولاد ولا ايه؟ معرفش. بحب ادي كل احساس حقه، يعني فاهمين قصدي كده. فبس. وقد كان، وقلت ارجع تاني يا رب، بس اقدر ان انا اصور كل يوم، واقدر ان انا يعني ايه اتعامل يعني شويه، ارجع تاني اتعامل والكلام ده كده كله، واقدر ان انا اصد برضه، لان انا لسه في مواعيد الدرس اليوميه وبتاخد مني طول النهار واليوم والكلام ده كده كله. ان شاء الله ربنا يجبرني برضه في شغلي واهدى شويه في القناه. فادعوا لي، بس انا محتاجه دعم. محتاجه ان انا اقول لك لو وصلتي لحد هنا لايك عشان نرفع الفيديو ونرجع كده تاني القناه تقف على رجليها زي الاول، علشان الفيديو القناه لما بنشتغلش عليها ريتش بيقع، او فاهمين الفكره؟ وانا قناتي طبعا عارفين انتوا معايا ومعاشرينها من كام سنه، ماشيه بسرعه السلحفه. الحمد لله على كل حال. انا بحس ان انا بتسلى، يعني انا معاكم بتسلى والله. المهم، إيه مش عارفه، انا مش عندي كلام صراحه ان انا اقوله. زي ما قلت لكم في اول فيديو، وشي في إيه، يعني وشي منكم في الارض صراحه. إيه شكرا على اللي كانوا بيسالوا عليا انتي فين. في كومنتات كانت بتجيني على فيديوهات قديمه مش ظاهره ليه. في ناس جميلة كانت بتبعت لي على الواتساب انتي فين، اللي معاهم رقمي وكده. فانا بقول لكله شكرا، كلكم شكرا والله العظيم بجد. انتوا نعمة في حياتي بجد. بس بصوا، انا قلت الاول، قلت اعمل ايه؟ اعمل المواعين. لان انا اليوم كله كنت بره، وقبلها بيوم كنت في السوق برضو بره، وباجي من الدرس واجري على سوق واجري على مش عارفه ايه كلام من ده. ففي مواعين بقى غدا، مواعين فطار، مواعين مش عارفه ايه. الحمد لله انا كنت نايمه، ولما الموضوع، لما الرخامه، لما البوتاجاز، يعني كنت وريتكم بس في اول المقطع ان بس الشاي، انا بعمل شاي مغلي في البراد
هو لما فار عمل بس كده هو مكانه، نزل مكانه، ولكن البوتاجاز كله نضيف وهمسحها تبقى زي الفل. الصينيه اللي كانت محطوطه كنت حاطه فيها العشاء بتاع بالليل قبلها بيوم وخلاص، وغسلت كل الكلام ده، بس مش دلوقتي يعني. انا لما دخلت قلت الم اللي اقدر عليه، مثلا المعالق احطها في الدرج مكانها، اللي عايز يدخل مكانه كلام من ده، وقلت اخلص وبعدين احضر الفطار. قال لي لا احنا ايه نفطر الاول عشان الصلاه، ده كان يوم الجمعه. فانا قلت خلاص احضر الفطار عشان ما عيدش الكره من جديد، يعني انا اغسل المواعين والحق اخد البنات انا اروح البيت هناك عشان نخلص برضو هناك وكده. فقلت خلاص احنا نفطر. وعملت فطار بقى النهارده ايه، انا مش بفطر يوميا يعني، قليل قوي لما افطر لما بيكون معايا حد بيشجعني. متجمعين انا وماما واخواتي، إيه بابانا مثلا قاعد، ومش كل مره برضو بابانا قاعد، انا بحاول اعمل اللي هو الفطار الجماعي ده، بس في الاغلبيه ما بيبقاش ليا نفسي، فاقول خلاص انا اعمل لهم سندوتشات وخلاص. فالنهارده لا، جت معايا ان انا اعمل فطار بقى كده، نقعد مع بعضينا واحط كل الاطباق في صينيه ونقعدوا مع بعضينا. طبعا انا قايله لكم بقالي فتره ان انا بفرش ملايه في الارض وبنقعد علشان ليلي لما ببقى قاعده على الترابيزه بتوقع حاجات كتير في الارض، هي بتقع ساعات كلام من ده، بتبقى نازله وطالعه فبتزاول، فبفرش في الارض وهي تعمل اللي هي عايزاه، انفض الملايه واغسلها وخلاص مفيش مشكله يعني. ده كان فطارنا النهارده. فانا فطرت ورجعت بقى سميت الله كده في السريع، وكده كده كنت لابسه، فقلت بقى ايه بالمره، إيه، الله المستعان، يا رب يرحم امواتنا كلهم يا رب، واموات المسلمين، وانصر غزة يا رب، اللهم انصر فلسطين. عايزه اقول لكم ان انا عماله اسمع في احداث واسمع في احداث، والحمد لله. آه، مش عايزه اتكلم في سياسه، بس الواحد دمه محروق من اللي بيحصل حواليه كتير يعني، ما باليد حيله من الاخر يعني. المهم، طبعا انتوا عارفين ان انا قبل ما بغسل المواعين لازم افضي الحوض خالص، يعني بنضف كل حاجه وبنضف الحوض، وابدا ان انا ايه احط اول ما يتغسل واحده واحده كده بالترتيب. فببعد بقى مني حاطه صينيه زي ما كنت شفتها الاول على البوتاجاز، وبطلع فيها كل حاجه، بس تبقى ايه على النظافه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا تعذروني رمضان دوت لو انا مش هفرش حاجه في رمضان والكلام ده كده كله، بصراحه مش هكذب عليكم، انا حماية والجماعه مش متزمتين يعني، لا يقولك لا افرشوا لا جيبوا لا اعملوا خلاص، يعني انا حماية يقولك الميت ميتنا والفرح فرحنا، بس هو برضو ايه، الانسان شويه دم. لازم نحس بالظروف اللي احنا فيها، انا لازم احسس اولادي مثلا لا ما يصحش، دي مش حد غريب دي تيتا. آه، بس الصراحة برضو ايه لا لازم نجيب على الاقل للولاد لبس للعيد، لان ده طفل ما بيفهمش، الاطفال ما تعرفش الكلام ده كده كله، فهو دي اراء الكبار يعني. فممكن لو انا هعمل حاجة هعمل للاولاد بس، يعني اجيب لهم اللبس اللي هو اللبس الوقفة يعني، عشان لما نروح صلاة العيد، دي صلاة العيد دي حاجة لازمة في حياتنا، ملهاش علاقة بأي حاجة يعني، احنا كده كده مش بنخرج ولا بنروح حتة في العيد يعني. احنا كنت بعيد على ماما، وبعيد على طنط وعمه، طنط الله يرحمها وعمه، واخواتنا حوالينا يعني، اخواته هو في نفس المنطقة، وانا اختي نفس النظام، واهلي وكده. ف يلا الحمد لله. إيه الفكرة بقى ان انا هعمل ايه، انا كده كده مش بنفض تنفيذ رمضان والحوار ده كده كله، لا انا بسيب لحد العيد يعني. بس كده كده انا عندي الادلبه من جوه والحاجه نظيفه نيجي فيها على طول. انا لولا ان انا السجاد فعلا محتاج نقله تانية، لان هو بقى فظيع، كلمه اسود دي حاجه قليله عليه. إيه، لولا انه عايز يتغسل فانا ما كنتش هغسله بقى، كمان كنت هكبر دماغي خلينا على العيد الكبير، فلكن لا هو فعلا محتاج ان هو يتغسل السجاد. طبعا انا بغسل في اخر اسبوع في رمضان، انا ما عنديش بدايل للسجاد، والجو ساقع وعندي اطفال، فما ينفعش ان انا اشيل السجاد والشقه واسعه، ما ينفعش ان انا اشيل السجاد من بدري يعني، فاهميني. برضو انا هاخدكم وادخل انشر واوريكم الفيو بقى، شوفوا الفيو بتاع الساحل الشمالي عندنا عامل ازاي، للناس اللي اول مره تدخل عندي وما شافتش الفيديوهات القديمه. انا عايزه اقول لكم ان انا في الفتره دي كلها انا كنت متابعه القناه، في مشتركين شرفوني ونوروني على راسي من فوق. فالناس الجديدة دي كلها يعني انا شرفتوني ونورتوني والله. الناس القديمة على راسي برضو من فوق،
انتوا اللي بيكوا القناة يعني صراحة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وربنا يهديني كده وانزل لكم على طول. ربنا يهديني ويصلح لي حالي، ادعوا لي باصلاح الحال. انا مش عايزه حاجه غير ان انتوا تدعوا لي بصلاح الحال والهدايا، بس مش اكتر. طبعا احنا رجعنا دروس تاني. انا بقالهم اسبوع ما راحوش المدرسه الصراحه، كنا بنروح المدرسه كل يوم، لكن الاسبوع ده كله اللي عدى ما رحناش المدرسه. وخلاص داخلين على رمضان، فقلت خلاص انا اقعدهم كفايه عليهم الدرس يعني وكده. طبعا انا حماية كل ما يشوفني بالاسود بيقول لنا اقلعوا الاسود اقلعوا الاسود. ربنا يديله الصحه، مش حابب ان احنا نلبس الاسود كتير. هو فعلا شرعا 3 ايام بس. بس برضه فاهميني، واحنا في منطقة الساحل الشمالي، انت في وسط عرب. الناس دي بتركز في الكلام ده قوي. والله لو انا على نيتي انا ما بتفرقش مع الناس، يعني انا مش بلبس ده عشان الناس، انا زي ما قلت لكم. انا الشيء بياخد وقته في قلبي قوي، ما اعرفش ليه، فبسيب نفسي يعني لحد لما بهدى، مش اكتر من كده. بس بدأت الصراحة ان انا اغير في لون الطرحة. اوريدي احنا لبسنا عبايات سمراء، بس انا بدأت اغير برضو ايه. بقالي يومين 3 كده تقريبا بلبس الطرحة اللي هي البني. آم، زيتي غامق الكلام من ده يعني. لازم نقدر بعض، ولازم نحترم بعض، ولازم نحترم شعور بعض برضو. يلا الحمد لله على اللي احنا فيه. كل سنة وانتم طيبين، احنا في شهر جميل وفي شهر مفترج. ادعوا كتير واستغفروا كتير، الشهر ده جميل قوي يا بنات. عايزه اقول لكم انا شهر شعبان دوت يعني من الشهور اللي هي ملامسه قلبي قوي برضو. انا يوم 27 شعبان كانت وفاة بابا، الله يرحمه. ف نطلب لأهالينا كلها الرحمة، واللي عايش ربنا يبارك في أهله اللي عايشين يا رب. فالحمد لله. الحمد لله على كل حال. هي دي سنة الحياة. كان بابا الله يرحمه دايما يقولك ايه، أموات بتوصل أموات، احنا أموات بتوصل أموات. ف نحتسبهم عند ربنا كده، وربنا يصبر قلوبنا ويصبر قلوب أي حد فقد غالي وعزيز عليه والكلام من ده. انا من الناس اللي ما بعرفش اتكلم في الحاجات دي كتير، يعني مثلا ان لو حد قال لي مبروك، انا ما بعرفش ارد. آه، عقبال عندك، ما بعرفش ارد. البقاء لله يجعلها اخر الاحزان، ما بعرفش ارد. انا من الناس اللي ممكن بتلجم، فاهمين الفكره. فما ببقاش عندي الكلام الكتير ان انا اقدر اقوله لكم في المواقف اللي زي دي. فانا نفسي كمان لما باجي اواسي نفسي ما بعرفش اقول ايه، فعليا بالدعاء بس. قولوا لي ايه رايكم في الفيو ده؟ تحفه، راحه نفسيه، مش قادره اقول لكم. بحب جو دوت، ولا جو الصيف التلزيق، ولا جو الشتاء والرعد والزعبيب. انا بحب الجو الهادي الفادي اللي هو ايه، مع نفسه دوت، الرايق ده. هو الجو الايام دي جميل صراحه. بصوا الخضره بدأت تطلع تاني. بس هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ قلت اشغل بخور واقفل الشقه واتوكل على الله. هنا كان الصاله شغال وقتها، وقت الصلاه ما كان شغال بالظبط. بس مش هطبق الغسيل بقى، ايه انا هطبقه تاني يوم مع نفسي كده لما ارجع الصبح بقى ايه، اعمل بقى الشقه واطبق. بصوا انا هنا بعمل ايه. ده اسمه مسك المدينه. البخور ده هو عيدان. بس ايوه كنت فاكره اجيب النهارده عشان خلاص نسيت. كنت في الدرس بتاع زياد الصبح وكنت فاكره اجيب منه، نسيت. بصوا بحط اللي هو الفحم سريع الاشتعال دوت. وبكسر نص العود لان هو بيقعد فتره طويله قوي. بصوا بفتته ازاي. تعالوا اوريكم، بقربكم معايا اهو. بفتته كده اهوت لحد لما بطلع العصيان الخشب كده زي ما انتم شايفين. وهي شكلها كيوتة. بصوا المبخرة، اللي هي الكعبة دي، عارفينها كيوتة وصغنونة وجميلة قوي. بس قلت بخر بقى الشقة كده كده كده، انا مش هشغل التلفزيون القرآن ولكن عشان ماشية. بس انا في عندنا سماعة رمضان بنشغلها من بقالنا، من قبل ما حماتي ما تتوفى. وغير كده الراديو شغال برضو. الشقة عندي نظيفة وزي الفل، ما فيهاش حاجة. ومهديه الانوار. بس على ما انا اوضب ليلي واغير لها، هتكون نوجينا بس ايه، خلصت الواجبات. هوريها لكم. بصوا نورت النور بقى كده، بصوا البخور. بصراحه خفت على الشاشه بعدت شويه. انا الكيسه دي بتاعت رمضان اللي على الكنب، بس انا فرشاها من فتره طويله بس مش اكتر. وانا كنت بعد الكنب كده برضو وانا بظبط توضيبات الشتاء. بس هنا الالعاب جوه في الصالون وكله زي الفل. لوجي بس هنا هي اللي بتكتب الواجب، هتخلص واجبها ونتوكل على الله ونمشي.
لو وصلتي لحد هنا من الفيديو واقول لك شكرا. ما تنسونيش بدعوه حلوه في كومنتاتكم في الشهر المفترج دوت نقروا الفاتحه لامواتنا. وما تنسيش باللايك والشير والسبسكرايب. ولا اله الا الله محمد رسول الله.